بالغلط مارك لقى ظرف أحمر على الأرض، فتحه لقى جواه شعره ملفوفة، وطلع الظرف ده من النوع بتاع جواز، يعني اللي يلاقيه لازم يعيش مع مارك. رماه على طول، بس الظرف رجع تاني وظهر في بيته. ساعتها رماه في الزبالة، وفي اللحظة اللي بعدها اتصلت بيه ضابطة شرطة وقالت له إن الظرف اللي في بيته ده البون بتاعها. مارك جري وراح على الزبالة، بس كانت العربية خدت كل حاجة. جري ورا عربية الزبالة، ولما وقفت العربية اتكعبل ووقع. ساعتها افتكر كلام الستات الكبار اللي بيقولوا إن اللي ما يتجوزش بعد ما يلاقي الظرف ده بيحصل له نحس، وكمان كذا عراف قالوا نفس الكلام. مارك كان لسه بيحاول يقاوم وبيقول إن اللي يصدق الكلام ده يبقى أهبل، بس في اللحظة اللي بعدها صدق كل حاجة واتجوز فعلا صاحب الظرف. الطرف التاني بعد كتب الكتاب، المعلم قاله ينام وهو لابس هدوم الشاب، بس أول ما الناس مشيت مارك رمى الهدوم والصورة. رجع بعدها لقاهم تاني على السرير ورماهم تاني. مارك وده حتى الصابونة وقعت منه وهو بيستحمى، ولما انحنى يجيبها ظهر الشاب هو نفس اللي في الصورة، وقال له إنه كمان ما كانش عايز يعيش مع دي، بس بما إن مارك لقط الظرف لازم يعيشوا مع بعض. ولما مارك رفض خلاه يرقص زي المجنون قدام الناس. مارك جري على المعلم تاني. المعلم قال له لازم تحقق آخر أمنية علشان يرتاح ويمشي. مارك رجع البيت واستدعى وسأله عن أمنيته، بس ما كانش عارف لحد ما شاف مسلسل بوليسي على التلفزيون. ساعتها افتكر إن السواق اللي خبطه بالعربية ولسه ما اتقبضش عليه، وهنا بدأت الخيوط تظهر